استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ظهر يوم الأربعاء 4 ديسمبر سنة 2024 بقصر قرطاج السيد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيا الاتصال. وأكد رئيس الجمهورية التونسية على الأهمية البالغة للأمن السيبراني معتبرا إياه جزءا من الأمن القومي التونسي. وشدد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة تأمين هذا الفضاء لا على المستوى الوطني فحسب ولكن أيضا على المستوى الدولي، لأن الفضاء الافتراضي ليس له حدود تقف عند حدود الدول بل يشمل العالم كله. وعلى صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة تطهير وزارة تكنولوجيا الاتصال ممن تسللوا إليها فوظفوا التكنولوجيات الحديثة لخدمة جهات كانت تتهافت منذ سنة 2011 للسيطرة على مصالح هذه الوزارة. وشدد رئيس الجمهورية التونسية كذلك على ضرورة الإسراع بتحسين الخدمات في عديد مكاتب البريد وانتداب أعوان لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف. كما تعرض رئيس الجمهورية التونسية إلى الوضعية المتردية لعديد الأقطاب التكنولوجية التي لم تعد أقطابا إلا للفساد، والتكنولوجيا فيها وظفت لا لخدمة الوطن بل على النقيض لذلك تماما. وأمر رئيس الجمهورية التونسية خلال هذا اللقاء بفتح ملف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات الذي شهد بدوره تجاوزات تمس بالأمن القومي للبلاد. أعلنت المديرة الجهوية للصحة بنابل أنه تم خلال نهاية شهر أكتوبر الفارط تعزيز المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بتجهيزات ومعدات طبية حديثة ومتطورة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة المتواصلة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. وتمثلت التجهيزات التي تم مؤخرا استلامها في آلة سكانير حديثة وجهاز تصوير بالصدى لدعم قسم التصوير بالأشعة للرفع من دقة وسرعة التشخيص، وآلة تصوير بالصدى لدعم قسم أمراض القلب والشرايين لتحسين الكشف عن الأمراض القلبية والوعائية، بالإضافة إلى تعزيز قسم طب وجراحة العيون بأحدث التجهيزات بما في ذلك أجهزة قيس البصر والقرنية والشبكية وجهازي تصوير بالصدى وليزر للعيون لتقديم خدمات متخصصة وشاملة في طب العيون. وأكدت المديرة الجهوية للصحة بنابل أهمية هذه التجهيزات في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة والتقليل من فترة الانتظار، لا سيما وأنها ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير تشخيصات دقيقة وسريعة للمرضى، مشيرة إلى تواصل دعم وزارة الإشراف للمؤسسات الصحية بالجهة، حيث من المنتظر أن تتسلم معدات جديدة خلال الفترة القادمة.